طيب يا اللي بتهز على الباب، ايه حاطه في دماغك كرايه وليا دب دب دب؟ ايه الحق يا جدع الحق، اسم الست جدع الحق يا ست جدع، هيبلغوا البوليس يا اختي ودي مسؤوليه. اسم الله عليكي يا اختي، ما يبلغوا البوليس وايه يعني؟ ساعتها افتح الميه ما هم يبلغوني. يا لهوي، هم مين يا اختي اللي بيبلغوكي؟ دستور دستور دستور. يما انت بتصدقي الكلام ده؟ معقول احسن خليه يقطب رقبتها. انت بتشطر علينا يا حلقة، بتشطر علينا. روح شوف المصيبه اللي احنا فيها، القطان هيتعدوا ونترمي في الشارع. عارفه كده دي جبت لنا الكلام يا عمنا. اخلع بقى بدل ما نتدبس في الحي. نتدبس في الحي؟ لا نخلع احسن. ماشي ماشي عشان خاطرك انت يا لمعي. انا خارج غوري من وش. يا صباح الخير الحقوني يا اختي. يا اختي منك انت يا اختي، مش مالك لمي شويه جايب لك الكافيه. تمام كان ابوكي برضه يا صباح، كويس اللي حصل لي. بتشتمينا يا صباح؟ كلام 44 تبقوا صحلوني اللي في ايدك. خلاص يا صباح، خلاص يا كاسعة، ما انتوا برضه جيران. على رأي المثل اصبر على جار الساو، يا يرحم يا تجيله مصيبة تصيله. امسكي يا ام طارق ان شاء الله يا حبيبتي. بيتي وانا حرة فيه. ها؟ تقول لي يا مجنونة صباح. ماما ايه ده خضتني، هما بيطلعوا امتى؟ ايه يا بنت مالك في ايه مش ظابط؟ سرايا النيابه يا هاني. سرايا النيابه ليه؟ انتوا مش هتبطلوا تجونا بقى؟ ده احنا نسينا، انتوا لسه ما نسيتوش، انسوه بقى. يا فندم انا كنت باجي من كام سنه عشان استدعي الباشا سياده الوزير السابق. هو احنا موعدين بيك؟ وعايز ابن الباشا في النيابه ليه؟ عايزين ياخدوا اقواله في خناقه صغيره كده في النادي. خناقه صغيره؟ ما هي في الاول بتبقى صغيره قوي وبعد كده بلاقيها بلاوي متلتله. اسمع حضرتك هتتفضل من هنا لان ابني مش هيشهد، انت فاهم ولا لا؟ ومش عايز اسمع ولا كلمه، ومش عايز اشوف حد من البوليس هنا تاني، فاهم ولا لا؟ احنا خلاص زهقنا وشبعنا من الموضوع ده سنين. يا فندم ده استدعاء من النيابه، وانا مش عايز اقول لسعادتك ان انا معايا امر بالقبض عليه. تقبضوا عليه؟ تقبضوا عليه ليه؟ مين ملفق له التهمه المره دي؟ ما كفايه تلفيق بقى. هي ايه؟ هي مؤامره على العيله دي؟ انا متاكده ان ورا الموضوع ده واحد صحفي، وكمال ابو العدل مش هيسكت الا اذا حد سكته. مدام استاذ اشرف موجود ولا لا؟ مش موجود، ومش عايزاك تيجي هنا تاني لان انا ما بتفائلش بيك. اظن انت عارف مكتب الباشا كويس قوي، ابقى كلمه. ايوه يا هدى. طيب اهدي طيب يا هدى، ما سالتهوش طالبينه ليه؟ في ايه؟ ها ايوه لا يا سيدي مع الوزير. وسع يا حبيبي. بس طلي انا شرط دوشه مش عارف اسمع. ايوه يا هدى يا ستي ما تقلقيش، هتلاقي حاجه بسيطه اهو، تلاقي اشرف عامل خناقه مع الولاد. خلاص يا هدى انا هتصرف. شكري يا عبد الرؤوف. اهلا يا اسماعيل. ها رحت في ايه؟ اشرف محبوس في النيابه؟ ازاي؟ انت لسه هتقول ازاي؟ في ايه يا شكري؟ حاضر يا هدى. ايوه يا اسماعيل. وكمان لسه هتكلم المحامي؟ في ناس راحت. مش هيعملوا حاجه يا هدى امال الناس دي بتعمل ايه؟ مش ابنهم، اشرف ده ابنك انت، لما نشوفك داخل كل حاجه هتنتهي. ايوه غور بالزفت اللي انت داخل بيه ده. وبعدين يا شكري. حاضر اشوف بس وصلوا لايه، يمكن تتحل وانا هنا. مين اللي هناك يا اسماعيل؟ مين اللي بعت للولاد؟ عمر طبار؟ هاني؟ هو احنا موعودين بالراجل ده ولا ايه؟ مش كفايه عرفني 3 سنين وهو مصدق وماشي ورا الكلام اللي بيكتبه زفت كمال ابو العزم في الجورنال؟ اوكي انا جاي. ما ده ايه اللي يكون كمال ابو العزم ده هو اللي مدبر القضيه عشان يفضح ابني؟ هو ايه
ما كفوهوش كل اللي حصل؟ بس انا مش هسيبه، وحياة امي ما هسيبه. لازم اطيره من الجورنال ومن الدنيا بحالها، زي ما طيرني من الوزارة وعمل لي فضيحة هعمل له فضيحة زيها.